السلام عليكم الرشيقات الفنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحه والعافيه ان شاء الله. شحال ديما حطيت شي فيديو ولكن راه انا ديما مستمره على الريجيم، ما نعاودش لكم شحال ديال النتائج لقيت في هذه المده كامله اللي بقيت مركزه على راسي ومركزه على البروغرامات اللي كنحاول نعطي للجسم ديالي كل مره. هادشي علاش مابقيتش كنحط بزاف الفيديوهات، حيت الفيديوهات هما كياخذوا شويه ديال الوقت، داكشي علاش. ولكن انا ديما حاضره وبقوه في التيك توك. غادي نخلي لكم هنا مكتوب، تيكونوا فيديوهات تما كاين قصارين بالعجاله داكشي، غادي نخلي لكم مكتوب دخلوا عندي التيك توك مرحبا بكم. المهم في اطار الريجيم وفي اطار العادات الزوينه اللي خاصنا نبقاو مداومين عليها، مره مره لا، ماشي ديما، حيت اي حاجه كتزاد على الحد ديالها كتقلب ضدك. بحال مثلا هاد السكينجبير والحامض، ماشي ديما غتبقاي ديريه في الصباح، ولكن في هاد 3 ايام هادي، حيت هاد المشروب اللي صايبت غادي يدير ليا مده ديال 3 ايام. كتحكي سكينجبير خضر، كتعصري ليه الحامض وكتخوي الماء سخون وكتخليه حتى يبرد او لا يدفى على داكشي اللي انت باغا تشربيه. باغا تشربيه دافي شربيه، باغا تشربيه بارد حتى هو مزيان، ولكن دافي من الاحسن. كتشربوه الصباح على الريق، راه زوين بزاف، كيطلع الحرق. زائد اهم حاجه انه الا عندك القبض كيحيدوا ليك. الحامض والسكينجبير زوينين للقبض بزاف. من بعد ساعتين ديال المكانه باش خديت سكينجبير، مشروب ديال سكينجبير والحامض. هنا الوجبه الاولى فيها البيض، 2 ديال لي توست فيهم واحد البيض ولي زيبينار والاخر الشكلاط وشويه ديال الحبوب الشيه، داك الحركات بركات، وكاس ديال اتاي مسوس. طبعا اللي ما كيدوش اليوم اتاي مسوس جربوا بالتخليطه، راه كيجي زوين وغادي تولفوا. الوجبه الثانيه غادي نصايبوا سلطه سيزر ولكن على شكل بيتزا، كتجي زوينه بزاف. انا شفتها غير في تيك توك وجربتها وعجباتني، وليت كنصايبها مره باش كنبدل الروتين من سلطه سيزر غير هكاك، يعني الخس فوق الدجاج مشوي. بهذه الطريقه ديال البيتزا كتجي زوينه، كتجي مبدله. هما راه في كلتا الحالتين زوينين، ولكن تجي مبدله. غادي تاخذوا صدر ديال الدجاج طحنوه، انا طحنته غير في الدار هذا. غتزيدوا التوابل اللي كتعجبكم، انا درت شويه ديال الكركم، الزعتر، تومه بودر، بزار ابيض وشويه ديال التحميره غير باش تعطي اللون، وهذاك شابلور. شابلور ما عرفتش واش غادي تعوضوه، ولكن هذا اللي عندي راه ما فيه حتى شي حاجه اضافيه غير الخبز مطحون وزايدين عليه الثومه والزعتر، يمكن حتى هو فيه الثومه والزعتر والملح. كتجمعوا هذا الشيء كامل وكتزيدوا عليهم بيضه، عاوتاني كتخلطوا وكتشدوا لاطه. كديروا ورق ديال الفران، ضروري ورقه ديال الفران باش ما تلصقش لكم، حيت هذا غير دجاج يعني ماشي خبز، ضروري ديروا ورق الفران باش ما تلصقش. كتبسطوها مزيان على شكل بيتزا وكتدخلوها للفران. كتطيب غير واحد شويه، يعني ما تخليوش تقرمل بزاف باش الدجاج يبقى من الداخل رطب، طالعه في البروتين وكتجي لذيذه واعره. غادي توليو تعتمدوها. انا بعدا عجباتني، حتى نتوما الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف وطالعه في البروتين. هنا تقريبا استعملت شي 250 غرام ديال صدر الدجاج، وطبعا ملي كيطيب راه كيولي عندك غير 200 حتى 150 حتى 200 غرام، حيت تيكون شي الاخر ما كتجي بنينه. جربوها هذه. هنا زدت شويه ديال الموتزاريلا، غير شويه، ما غاديش يبان البنه ديالها اصلا، ولكن داك عرفتوا داك النفسيه ديال حكا خصني ندير شويه ديال الفرماج باش ما نسماش حرمه راسي. هي هذه. هذا الفرماج اللي كنستعمل زوين، ما فيهش سعرات بزاف. ونرجعوا لواحد القضيه اللي خاصنا ننتبهوا ليها وخاصكم تنتبهوا ليها. انا عاودت لكم التجربه ديالي مع القضيه ديال الكميه، بغيت نقول لكم انتبهوا على الكميه. الكميه هي اللي كتحدد لينا واش غادي نغلاضوا ولا غادي نضعفوا. عاد نوعيه الاكل، يعني كاين اللي كيركز في نوعيه الاكل، انا كناكل صحي من هنا من لهيه، ولكن تياكل بزاف، هذاك بزاف ما غاديش يخليك تضعفي. يعني خاصنا نركزوا على الكميه، عاد الماكله النقيه والصحيه اللي طالعه في القيمه الغذائيه. عاودت لكم التجربه ديالي في هذه القضيه هذه. شحال هذه كان الوزن ديالي ثابت بزاف، وانا دايره الريجيم من داكشي رفيع وكنتحرك بزاف. كنجي كنشوف انني كنحط بصيل عامر سواء في الوجبه الاولى سواء في الوجبه الثانيه، عاد زائد كندير سناك. يعني تخيلوا هادشي كامل بزاف، وتنسال علاش الوزن ديالي ثابت. بقيت من هنا من اللي راه قلت لكم حتى عرفت باللي الكميه اللي انا كندخل فايته، ماشي فايته، يعني انا كندخل السعرات الحراريه ديالي كامله، ولكن انا باغا نضعف. خاصني ندير عجز السعرات الحراريه، اللي هو خاصني نقص على الاقل 300 ولا 500 سعره حراريه، حيت انا باغا نضعف. اذا بغيتوا شي فيديو اخر مفصل مزيان على عجز السعرات الحراريه، خليوا لي في التعليق وغادي نحط لكم فيديو من التجربه ديالي الخاصه.
لا صوص اللي هي اهم حاجه في السيزر سالاد. خديت زبادي يوناني ضروري ومؤكد كنحماق عليه. اللي ما عندوش زبادي يوناني استعمل بيري حتى هو زوين كريمي وفيه 7 غرام ديال البروتين، يعني اختيار موفق بزاف. غادي تزيدوا عليه مايونيز، شويه ديال الموطارد، تومه بودر اولا فريش، انا ما كان فيها لي حك درت غير بودر، عصيره الحامض. حركوا هادشي كامل. بالنسبه للمايونيز والموطارد اختياريين، ولكن كي قلنا عاوتاني غنرجعوا للموضوع ديال الكميه هي اللي كتحدد لك اشنو كاين. شوفوا شحال درت ديال المايونيز وشوفوا شحال درت ديال الموطارد، شويه من كل حاجه. بزاف ديال البنات كيبغيو يبداو الريجيم، ولكن هاد القضيه ديال الحرمان وهاد القضيه ديال ما غاديش نبقى ناكل هذه ما بقاش ناكل هذه هي اللي كتخلعهم وكتدهشرهم، ما كيقدروش انهم يبداو وياخذوا واحد الخطوه انهم يبداو الريجيم، حيت عند بالهم الريجيم هو داك الحرمان القاسي اللي غادي يحيدوا بزاف الحوايج اللي عاشوا معاهم مده طويله واللي كيبغيوهم. كاين ناس اللي مثلا كتحماق على المايونيز ما تقدرش تقطعو، اولا كتحماق على الخبز، اولا المهم هادو غير امثله. كيبغيو شي حوايج وكيبقاو يفكروا في الريجيم، انا باغا نضعف ولكن ما نقدرش نقطع داكشي. يعني كيتكون عندهم واحد الخوف، كيتولد عندهم واحد الصراع ما بينهم وبين الماكله. فلاي وحده كتشوف هذا الفيديو تنقول لك بداي ونقصي الكميه، ما تقطعيش كل شيء. الحاجه الوحيده اللي خاصك تقطعي هي السكر، حيت هذاك ما عنده حتى شي حل، حيت كل ما كتاكلي السكر كل ما الجسم ديالك كيزيد يبغي السكر. يعني بحال شي حاجه بحال شي مغناطيس تيبقى يزيد يجرك باش انك تاكلي السكر. هذا الشيء علاش هذا لا رجعت فيه ضروري خاصك تقطعيه هو والمخبوزات، حيت المخبوزات البيضاء حتى هي راه سكر. يعني كتشوفي هذا الفيديو خايفه تبداي الريجيم حيت غادي تعيشي في الحرمان. ما كاينش الحرمان. شوفي لي اختي هاد البيتزا سيزر هذه واش حرمان؟ راه ما يمكنش تكوني كتاكلي هذا الشيء وبكميات معتدله وماكله نقيه وتقولي لي غادي نمل اولا الجسم ديالي ما كينزلش. ما يمكنش. ومن التجربه ديالي اللي كنقول لكم اللي جربت بزاف ديال الريجيمات خاطئين وكنت حارمه راسي حتى انايا، المهم بزاف د الحوايج وما لقيتش عليهم منفعه نهائيا. هذا النظام اللي انا غادا عليه هو اللي لقيت عليه النتيجه. كتقادوا الصوص ديالكم، كتاخذوا 2 معالق من ديك الصوص كتزيدوها على الخس، كتحركوا والشيء الاخر كتطبقوه فوق الدجاج وكتزيدوا الخس وكتستمتعوا باحسن بيتزا بروتينيه ما كاينش بحالها. غادي تعجبكم بزاف وغتوليو تصايبوها مره باش تهرسوا داك الروتين، باش تهرسوا داك الملل. شي مرات كيجينا الملل من نفس الوصفات اللي كنبقاو ناكلو، فكنبغيو نغيروا في الاطباق باش نزيدوا نكملوا وباش نعطيو اكثر في داكشي اللي حنا كنديرو. اهم حاجه هي نبغيو داكشي اللي كنديرو. انا فيه بزاف ديال الهضره في هذه المواضيع، ولكن راه فعلا كنهتم بالنفسيه هي الاولى، حيت الا كانت النفسيه ديالي عيانه ما غاديش نقدر نكمل في الريجيم وما غادي نعطي فيه والو، وغادي نبقى تناكل اولا كندير هذاك الريجيم وانا محاملاش. وملي كنكون انا ما حاملاش شي حاجه يعني غادي تنعكس على النفسيه ديالي، والنفسيه هي عندها واحد الدور مهم باش انك تنزلي الوزن. انا في الهضره بزاف هاد الامور، ولكن هادو راه هما اللي غادي هاد الهضره هذه اللي كنقول لكم هي اللي غتنفعكم اكثر من انني نقول لك جيبي 2 بيضات سلقيهم وحطي حداهم مطيشه والخيار وكولي وراكي غادي تضعفي. الراحه النفسيه ديالكم اولا واخيرا ركزوا عليها مزيان وغادي تقدروا تكملوا في الريجيم وغادي تضعفوا ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الرشيقات الرائعات كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى الفيديو يعجبكم بزاف وتجربوا الوصفه حيت فعلا كتستحق تجربه. واللي مازال ما دخلش عندي التيك توك دوزوا تما كاينه، حيت كنشارك يوميا اشنو كليت في نهاري باش نخسر الوزن. وبالنسبه للبنات اللي مهتمين باش انهم ينزلوا الوزن علقوا لتحت بالتم، غادي نخلي لكم الرابط ديال الجروب اللي خاص غير بالريجيم والتحفيز. باي باي.